السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. طبعا احنا امبارح قلنا لكم على تفاصيل بسيطة كده على الدوري المصري والمباريات اللي كانت أمس. طبعا كانت مباراة الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي وفيوتشر، وطبعا ده كان امبارح كده كان نتاج الكرة المصرية. يعني لا الزمالك كان كويس ولا بيراميدز كان كويس ولا فيوتشر كان كويس ولا الإسماعيلي حتى كان كويس. وللأسف ده حال فعلا الكرة المصرية. وقلنا لكم برضو ان كانت المباراه من اسوأ المباريات اللي هي اتلعبت الفتره الاخيره بالنسبه لفرقتين يعتبروا مراكز اول وتاني مع الاهلي طبعا. وحتى برضو الاهلي كان قبل كده مع الداخليه، كانت مباراه برضو من السيئه جدا، من المباريات اللي تعبر عن الكره المصريه فعلا في الوقت الحالي. تحس ان مفيش لا لعيبه ولا في روح ولا في دم، فعلا مفيش دم عند لعيبه، لا لعيبه الاهلي ولا لعيبه الزمالك. لعيبه بيراميدز ده لحالها طبعا، يعني هم عارفين هم بيعملوا ايه والفلوس اللي هم بياخدوها والاداره بتحاسبهم وكل شيء ده يخصهم هم. اما بالنسبه للاهلي والزمالك بالذات، لا مفيش كوره، مفيش كوره. واحنا اتعودنا خلال الفترات الاخيره كلها كانت المباريات بتبقى قويه وبتبقى في جديه في الملعب وبتبقى في روح وبيبقى في حماس. متعادل ماتش لازم تكسب الماتش التاني، مغلوب ماتش لازم تكسب بعديه ست سبع مباريات سواء كان اهلي او زمالك. بس للاسف الشديد هو ده حال الكره المصريه في الفتره الاخيره. اللعيبه طبعا الملايين اللي بياخدوها في خلال السنه سواء كان اهلي او زمالك، مفيش حد بيحاسبهم عليها. مفيش حد بيقول لهم انتوا بتعملوا كده ليه، مفيش حد بيقول لهم مش ده الزمالك ولا ده الاهلي. لا خالص، الجماهير بس هي اللي بتبقى محروق دمها في كل الاحوال. يوم ما بتفرح بنفرح فعلا معاهم، وهم برضو بياخدوا نتاج الفرحه ديت والمكسب والفوز. لكن للاسف الشديد احنا اللي بنشيل، الجماهير هي اللي بتشيل كل حاجه. وجماهير مصر عموما في الوقت الحالي هي اللي شايله، زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره، الطين فعلا اللي حاصل في الكره المصريه سواء كان من انديه او منتخبات، منتخبات كبيره منتخبات صغيره. مفيش كوره فعلا في مصر في الوقت الحالي. فربنا يستر على الفتره اللي جايه بجد، ونعدي الفتره ديت على خير يا رب. وربنا يرجع المايه لمجاريها تاني، والانديه تبقى كويسه ويبقى في لعيبه فرز اول كده بجد، تحس ان في فرز اول. مفيش حد في مصر اساسا في الوقت الحالي لا ينفع لا يروح يلعب في اهلي ولا زمالك بامانه. وطبعا مع ضياع الاسماعيلي باللي هو فيه ومجالس الاداره واللي بيحصل عندهم طبعا ومشاكلهم الخاصه بيهم. فربنا بجد يسترها ويعديها على خير يا رب، ربنا يعديها على خير فعلا. لان احنا فعلا اشتقنا للكره النظيفه. انا كنت متخيل امبارح ان تبقى مباراه الزمالك وبيراميدز تبقى مباراه فعلا كده نتفرج على كوره. امبارح انا ما فعلا مني كان خلاص، كان الواحد هينام، فما قصرت في الكلام في الموضوع ده. لاني مفيش كوره. يعني انت متخيل زمالك وبيراميدز المباريات السابقه اللي قبل كده كنت تحس ان في روح، في حماس، في لعيبه عايزه تكسب. انما امبارح الزمالك مفيش خالص، مفيش هجمه تحس انها خطر على نادي بيراميدز. بيراميدز اللي حاول بقدر الامكان ان في الشوط الثاني في اخر 10 دقائق او في اخر 7 دقائق حاول فعلا ان هو يعمل حاجه، لكن برضه ما فيش، مش عنده الروح للمكسب. تحس كل الفرق خلاص ارتضت بالتعادل وخلاص على كده، وده في مصلحه الاهلي وطبعا صب في مصلحه الاهلي. انا كاهلاوي بتمنى ان ده يحصل فعلا، ان المباراه امبارح انا كنت بتمنى انها تخلص تعادل بامانه، بس ما كانش يبقى بالمنظر ده. لكن طبعا اللي كان هيكسب هنقول له الف مبروك، واللي كان هيخسر هنقول له هارد لك. وهي دي الكوره، عشان حتى الاهلي لما يرجع من افريقيا يبقى عنده مباريات في الدوري يقدر يكمل بنفس المستوى ويرجع ويبقى كويس، علشان خاطر يحصل الانديه اللي هتفرق عنه في غيابه في المباريات بتاعه الدوري. لكن للاسف هو ده حال الكره المصريه وربنا يسترها على جماهير الاهلي والزمالك بجد الفتره اللي جايه. والنهارده طبعا في مباراه من اصعب المباريات بالنسبه للاهلي، انا شايفها مش من الصعبه خالص. القطن الكاميروني مغلوب على ارضه في وسط جماهيره مباراتين، مباراه من سان داونز ومباراه من الهلال. انت مش زي الهلال معلش، وممكن تكون انت اقل فنيا من سان داونز. لكن انت النهارده الهلال هيلعبك، القطن الكاميروني هيلعبك في ملعبه. فاعتقد ان هتبقى المباراه سهله، بس هي صعوبتها بس في ان اللعيبه ترجع تاني فعلا علشان تحس بالمنافسه في المجموعه، لان الهلال صعب المجموعه خالص. انت رايح لصن داونز الماتش اللي جاي، وبعد كده هيجي لك هتروح للقطن الكاميروني تاني في المباراه اللي بعد سان داونز. فهتبقى الامور صعبه، هيبقوا ماتشين في غايه الصعوبه بره. واحنا كمصريين متعودين دايما ان خارج الارض تعادل بالعافيه يبقى كويس جدا. لكن للاسف دي سياسه الكوره وده الاسلوب اللي احنا متبعينه. انت لما بتلعب خارج الديار بتبقى الامور صعبه عليك، ما تفهمش ليه، مع ان الهلال راح هناك وكسب عادي خالص، كان مغلوب في الشوط الاولاني 1-0، تعادل وجاب الهدف الثاني وفاز 2-1 وخد 3 بونت من القطن الكاميروني، وهياخد ال3 بونت التانيين من القطن الكاميروني برضه في الهلال.
في السودان يعني، فهتبقى الامور صعبه على الاهلي. فانا شايف ان النهارده ان شاء الله باذن الله لازم ثلاث نقاط مع رجوع الحماس والروح للفريق والعزيمه، وان شاء الله باذن الله الاهلي يعدي المرحله ديت ان شاء الله باذن الله، لان الماتش اللي جاي هيبقى من في غايه الصعوبه مع سان داونز في جنوب افريقيا. وان شاء الله باذن الله الاهلي يعدي المرحله ديت، والاهلي قدها ان شاء الله. مش هنقول بلاعيبته لان اللعيبه كلها في الوقت الحالي تحس انها واقعه، ما تفهمش في ايه طبعا برضو، وده ربنا يسترها برضو على الاهلي. وان شاء الله باذن الله النهارده نفوز، وباذن الله نعمل لكم فيديو تاني النهارده باذن الله بعد فوز ان شاء الله باذن الله نادي الاهلي، ويبقى فوز مريح ان شاء الله، ويحاول يتواصل في التقدم. وان شاء الله باذن الله نعمل نتيجه برضو ايجابيه مع سان داونز علشان خاطر نقدر نعمل اي حاجه في المجموعه ان شاء الله، حتى نطلع تاني، وبعد كده الادوار تبقى ايه مباريات بقى، تبقى رايح جاي، مباراتين رايح جاي على طول ان شاء الله. بشكركم جدا.